كان يا مكان في المغرب في قرية هادئة بين الجبال قامت زاوية قديمة يتناقل أهل القرية حكاية غامضة عنها منذ أجيال. يقال إن تحت تلك الزاوية كنزا ذهبيا عظيما، لكن الوصول إليه لا يتاح لأي أحد، فلا يجده إلا من كان قلبه نقيا وروحه خالية من الطمع والخداع. كثيرون حاولوا الحفر بحثا عنه، لكنهم إما فشلوا أو أصابتهم حوادث غامضة، حتى جاء رجل فقير عرف بين الناس بالخير والصدق، دخل الزاوية ليصلي لا ليبحث عن الكنز، وأثناء سجوده سمع صوتا خافتا يقول: من طهرت سريرته وجد ما يطلبه قلبه. بعد الصلاة رفع حجرا صغيرا بجانب المحراب، فوجد صندوقا خشبيا قديما بداخله ذهب ورسالة تقول: هذا المال للخير، فمن أعطى وجد البركة. وهكذا تغير حال القرية وانتشر فيها الرخاء، وبقيت الزاوية رمزا للطهارة والأمانة. الكنز الحقيقي هو النية الصافية والعمل الصالح. تابعونا في الحلقات القادمة من كان يا مكان في المغرب، حكايات تجمع الأسطورة بالحكمة من تراثنا المغربي.